التفاوض مع الدعم السريع، نفاوض الدعم السريع. الليله الاجنده بتاعت الكباشي في قعاده مع بولس ممكن تكون شنو؟ اتفاق سلام مع الدعم السريع، اعاده القحاطه تاني. ما في حاجه. البرهان ديل الاثنين البرهان ما عملين احنا. فهسه يجي يقول لك والله موافقه السودان على هدنه بعد كلام البرهان، ده اسمه انقلاب. انا ما بتكلم عن كباشي ولا بتكلم عن قيادات الجيش، انا دار خطه واضحه كده، بس ما فاهمه المصطلح ده معناه شنو. فاحنا نبدا من يوم 27. في لقاء كان يوم 20/6 بين السيد وزير الخارجيه ومسعد بولس في العالمين في القاهره، وكان برضو في لقاء بين السيد وزير الخارجيه مع مبعوثين او وزراء 4 دول، تركيا وقطر والسعوديه ومصر. الناس بتتكلم عن اللقاء تم بين الكباشي ومسعد بولس يوم 21. فانت الان بقت الاشكاليه في انه هل تم اللقاء بعلم فريق البرهان او بدون علمه. الناس شايفه الموضوع بسيط، لا احنا برجعنا ل مشهد عشناه قبل كده، موضوع المنامه، وحنشوف الفرق بين المنامه وبين القاهره. دي اول حاجه، وحنشوف انه الموضوع ده الحوجه فيه شنو يعني. وكل التسريبات اللي طلعت دي احنا هنتكلم عنها بكل وضوح. فنبداها من تصريحات مصلح نصار الرشيدي. هو بيتكلم قال لعنة الله على الخائن المؤتمن، وده زول مستشار رئيس الوزراء. لما نقول كلمة زي دي المفروض الناس تجيب فيها منو الخائن المؤتمن. انا صراحة ما علقت على كلامه ده وراجبه اليوم يعني. وهو ما شرح كلامه ده قاصد بمنه، لكنه عارف منه. السؤال الاول يا مصلح نصار الرشيد، الكلام ده تسرب امبارح في وكالة الحدث والجزيرة، انه تم لقاء بين كباشي ومسعد بولس، وانت تكلمت بعد 5 يوم من اللقاء ده. انت اللي وراك من له منه؟ انت قاصد الكباشي ولا قاصد زول تاني؟ وانت ذاتك عرفت كيف اللقاء ده؟ هو برضو اللقاء ده تم بدرجة من السرية. احنا حنتكلم عن انه تم واحد، وبعدين نثبت انه تم دي، بعديها هنتكلم في انه تم بعلم البرهان ولا بدونه، دي مرحلة تانية. خلينا في المرحلة الاولى. انت يا مصلح عرفت الموضوع ده كيف؟ الليلة احنا يوم 10 او 11، يعني بهناك عندك 4 يوم في الشهر اللي فات، يعني اسبوعين. انت عارف الحاجة دي، فاكتفيت بانك كتبت قلت لعنة الله على الخاين المؤتمن. انت بتلمح للقاء الكباشي مع بولس ولا زول تاني؟ بعد ما لمحت للقاء الكباشي مع بولس، كلمك كباشي ولا كلمك بولس ولا كلمك المصريين؟ كلمك منه؟ مشكلة اللقاء بتاع كباشي مع بولس شنو؟ قالوا انه هو تم بدون علم البرهان. ما في مشكلة اصلا، ما في مشكلة. الاثنين مكون عسكري، يعني ما شركاء في التغيير، لا هم جزء من التغيير كمكون واحد. المكون العسكري الشريك الشعب السوداني، فما عندهم خلاف. يمسك البرهان، يمسك كباش، يمسك ياسر عطا، في النهاية المكون العسكري بيقدم الزول اللي بيشوف انه هو كفاءة، هو اهلية لإدارة الدولة. شركائنا اللي عندهم معاهم خلاف هم الشعب السوداني وحرية والتغيير، ده موضوع انتهى، ما عندنا فيه مشكلة. هسه انه تم لقاء مسعد بولس مع كباشي بدون علم البرهان ما في اشكال. اللقاء نفسه ما فيه اشكال، لانه كباشي اساسا ماسك الملف بتاع التفاوض الخارجي، الملف السياسي، قعاد مع الاحزاب السياسيه، مشى المنامه، مشى جوبا، مشى يوغندا قبل كده، مشى ليبيا، مشى مصر، مشى السعوديه ذاتها كباشي. فهو اصلا مكلف بالملف ده، وكان حتى المفاوضات بتاعت جده هو كان برضو عنده فيها راي وعنده فيها كلام، وطلع يتكلم وان احنا والله دي شروطنا، وقال الكلام ده في كرر يعني قدام الجيش، ما قالوا قدام مدنيين او اعلاميين. طيب احنا موضوعنا حس الكباشي قاعد مع بولس سعد بولس، يتكلموا في شنو؟ من وراء البرهان او بعلم البرهان؟ ده ما موضوعنا. يتكلموا في شنو؟ البرهان ترابيزه في جنيفا ما رفضها، ترابيزه في جده ما رفضها،
حتى الخماسية بتاعت اثيوبيا ما طلع بيان قال احنا بنرفضها وادانا، شكر الناس اللي ساعد فيها المنظمات، شكر الرباعية، رسل وزير الخارجية لمصر، فهو مرحب بأي، ما في زول يحمله مسؤولية انه هو والله خارجيا موقف او معطل اي تفاوض او تفاهم. لا ما توقفوا، احنا اي ترابيزه قلنا له امشي، بنكتفي بحاجه واحده، انت الصباح امشي المسا احنا بنطلع هاشتاج جده قدت، جوبا قدت، الاتحاد الافريقي قدة، بروكسل قدت، جنيفا قدت، اثيوبيا قدت، الخماسيه قدت، بس بنكتب هاشتاج يعني. في حاجه ثانيه يا اخواننا، اصلك انت قدام العالم ده اي ترابيزه تمشي، مفوضينه احنا ومفوضين كباشي، مش ماسك الملف السياسي، ما عندنا مشكله. الناس الان واقفه في انه هو عمل الحاجه دي ورا برهان، ده ما موضوعي، انا موضوعي انه هو اتكلم مع مساعد بوليس ورا البرهان في شنو؟ في شنو البرهان ما استجاب للمجتمع الدولي فيه؟ في شنو يعني؟ قالوا له هدن وافق على الهدن، قالوا له تجي تفاوض وافق. البرهان ده في نص الحرب دي هسه مدوره، طلع قال لكامل ادريس طلع جوازات للقحاته، ومردود الحاجه دي في الشارع، وعندنا احنا رافضينها تماما، عملها برضه. وقالت قدمت لنا 4 ورقات يوم 25/11 طلع في قدام القياده العسكريه، قال لهم قدمت لنا 4 ورقات من مساعد بولس، وناقشنا دي وناقشنا دي ورجعنا دي ورجعنا دي ورجعنا دي. واحدة من الورقات حتى ما عرضناها على الشعب السوداني لأنه فيها حل الأجهزة الأمنية وحل القوات المسلحة، ده كله إحنا معاه فيه، ده كله إحنا معاه فيه، ما في مشكلة. في شنو كباشي ممكن يقدمه لمساعد بوليس البرهان ما قدمه؟ أنا عندي كلام قلته وبكرره وبثبته للناس، الدار غير البرهان ده معناها دار يجيب البرهان، يجيب زول يعمل حاجة البرهان ما دار يعملها. إذا كان في الظاهر بالنسبة لنا إحنا إنه البرهان والله متوافق مع أطروحة أمريكا، متوافق مع مساعد بوليس، متوافق مع القحاتة، متوافق مع المفاوضات في أثيوبيا، بتغيروا ليه طيب؟ يعني بتسعى إنك أنت تغيره، أو إنك أنت تقعد مع مساعد بوليس من وراه، أو في جهات بتشوف إنه والله البرهان ده ما ماشي في خطنا. وإحنا قبل كده شرحنا إنه الناس دي في المشهد السياسي جنرال في القلب حوله أقلية مستفيدة مع بعد الركن الثالث. الأقلية المستفيدة السياسية دي لو حكم كباشي ما عندها مشكلة، ما عندها اتفاقيات بتضمن لها حقوقها. لو حكم ياسر عطا ما عندها مشكلة، لو جابوا وليد مادبو ما عندهم مشكلة، لو جحيم اتزاته ما عندهم مشكلة. هم ما عندهم مشكلة مع أداء السودان، ما عندهم مشكلة، بيفاوضون بالدس وفاوضون بالعلن وفاوضون. هسه الاسبوع اللي فات ده على مستوى القياده يعني المدنيه قعدوا مع وفود قحاتيه، ما حنقول اسمها يعني، وبتسربوا الكلام ده القحاته كمان. وفي مصر دي في وزراء بيمشوا لمهمه بيقعدوا مع قحاته في كافترياتهم دي احنا ما. لكن في شنو اللي ممكن يقدمه كباش البرهان ما ممكن يقدمه؟ الناس دي ما عندها مشكلة مع أداء السودان. الزول اللي عنده وحيد اللي عنده مشكلة مع أداء السودان هو البرهان ده. في المرحلة دي الآن هو ضف المرق فعليا. التحركات العسكرية أنا قبل أيام بقول لكم محتاجين نلتف حول القوات المسلحة، والقوات المسلحة بكامل عتاتها تلتف حول قيادتها. البرهان هسي قال يا أخي إحنا ما حنعمل حاجة ما ترضي الشعب السوداني، وإحنا حننفذ مطالب الشعب السوداني. قال شنو؟ نقرأ لك كلامه. مطالبنا شنو يا برهان؟ أنت حافظها عارفها؟ مطالب دي حافظها عارفها؟ الحياة الكريمة والأمن والاستقرار. بيجن كيف؟ أي شيء لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمنهم واستقرارهم لن نمضي فيه ولن نرتضيه. هو شنو ما بيحقق أمننا ولا استقرارنا؟
قال لن نمضي فيه ولن نرتضيه. يعني في حاجة ماشية، في حاجة ماشية طبعا، في حاجة ماشية. طلع الليلة قال احنا الحاجة اللي ما تضمن للشعب السوداني استقراره وامنه احنا لا بنمضي فيها ولا بنرتضيها. هي رسالة مبطنة، هي رسالة علنية، هي رسالة واضحة. ده موقفه موقف القوات المسلحة. في حاجة بتتم، ايوه في حاجة بتتم، احنا عارفين احنا ما عارفين ده موضوع تاني. لكن هو هسه كلام واضح انه الحاجة اللي ما بتحقق للناس امنهم واستقرارهم احنا والله لا بنمضي فيها ولن نرتضيها. شنو اللي ما بحقق امننا واستقرارنا؟ الناس بيدعوا انه نحن والله لو قعدنا في سلام وتفاوض مع الدعم السريع والله امننا واستقرارنا ده حيحصل. الورقه اللي اتقدمت بتاعت بوليس ومقترح الحكومه الحس لافين بيه وقناه العربيه وكلام خطير بيقولوا فيه انه السودان وافق على هدنه 9 شهور او 90 يوم. 90 يوم يعني 3 شهور. السودان وافق بها في جده بالمناسبه. السودان وافق بها في جده واحنا مشينا جده والبرهان مواضع على هدنه. الدعم السريع دخل نياله فرقه 16 شهر 10 26 10 23 دخل نياله سقط القاعده والفرقه. دخل نياله الدعم السريع والهدنه شغاله. وافقنا على هدنه في بابنوسه، وافقنا على هدنه في الفاشر مره واثنين، وافقنا. انقلاب والبرهان حي ما بيتم. انقلاب والبرهان حي. احنا لما نجي وقت الجد الفتره اللي فاتت دي في ناس بيلومونا لضغطنا للقياده، ما انا ما ممكن استجيب للضغوط حقت البرهان. البرهان ضاغطينه الخواجات، ضاغطينه الامريكان، ضغط السعوديه، ضغط الرباعيه، ما في مشكله. استجاب لهم، قعد معهم، رسل وزير خارجيه فاوضهم، رسل مستشار، استقبل وفود، فك حظر القحاته. ده موضوع بيخص البرهان، ده ما سياسه الدوله، اسمها سياسه. اسمها سياسه. سياسه يعني شنو؟ سايس، مسايسه. شويه شويه تمشي في راسك يمشي في راسهم. المعيار الوحيد في الموضوع الزمن. منو في دقيقه واحده بيقدر يحقق اكثر من هدف؟ ده المعيار. كل مره طبعا بيحققوا فينا اهداف. البرهان بيعمل حاجه صح، قاعد يعمل الصح. فرق البرهان من كامل ادريس في الصح شنو؟ في الزمن. برهان بيعمل الحاجه الصح في الوقت الغلط. كامل ادريس بيعمل الحاجه الغلط في الوقت الصح. ما عندهم معيار للزمن ولا تقدير للزمن. قحاته والدعامه بيحشروا لنا، والامارات واثيوبيا بيكسبوا نقاط. يعني احنا هسه حققنا الانتصار في الكرمك، والكرمك اصلا كانت حقتنا. يعني الزمن الضاع ده كله الكرمك. بالمناسبه الكرمك حقتنا، ما كان المفروض نبذل فيها المجهود ده، كان المفروض نمشي في حته ثانيه. انتصارات والشهداء اللي قدمناهم في الاربع شهور عشان نخش الكرمك، اللي احنا كنا خشينا بينه الفاشر. لكن دي لانه ارض الالغام، ولانه دي الضغوط، ولانه دي الحاجات اللي بتمنع، ولانه لما نحس قناه العربيه قبل ساعه تنزل خبر تقول الحكومه السودانيه وافقت بهدنه 90 يوم بعد كلام البرهان في المسجد، ده اسمه انقلاب. الزول ده يعمل الانقلاب ده معناه البرهان بيعمل في حاجه هو الزول ده ما راضيه. لا بيتفق معاها الزول ده، ولا بيتفقوا معاه الخواجات البرة، ولا بيتفقوا معاها اعداء السودان. داير يغيروا البرهان لشنو يعني؟ او انك تقعد مع مسعد بولس تتكلم في حاجه ما راضيه البرهان. هسه هو اللي بيعمله ده برهان ده ما قدامنا هسه بيسوي. الميزه اللي في البرهان انه لما نيجي يواجهنا في المنصات الشعبيه في المساجد في الشوارع ما قاعد يدس الكلام. واحنا داير يقعد مع المواطنين بننبذوا بنسوي له السبع وذمته. ما احنا ضغوط اللي عليه البرهان احنا ما بنقبلها. وهو هسه بيجي بيقول وبيكرر، بيقول احنا سندنا الشعب السوداني ده، سند القوات المسلحه التفاف الشعب السوداني. شرعيه البرهان، شرعيه القوات المسلحه جايه من التفاف الشعب السوداني. ملتفين حول شنو احنا البرهان؟ ملتفين في حول انه احنا ننتهي من الدعم السريع، اعوان الدعم السريع، حلفاء الدعم السريع. ده الحاجه الملتف، دي شرعيه البرهان. اعمل لنا الحاجه دي، احنا مفوضين نعمل الحاجه دي، ما مفوضين نعمل حاجه غير دي. الدارجه بدل البرهان دار يعمل حاجه ثانيه. برهان استجاب لضغوط خارجيه احنا صدينا له، بالنبذ باللف والدوران بالكواريك بالسبع وذمته، ما اديناه فرصه. ما حنقبل الحاجه اللي هو عرضت له، حتى لو جت طرح علينا في مسجد او في سوق او في الشارع او في الاعلام او السر عبر الصحفيين، احنا ما راضينا، ما حنقبلها. هسه هو الليله جا في خطنا قال يا اخواننا حاجه الشعب السوداني ما برضاها، احنا ما بنمشي فيها. نقطه عربي انتهى، ما بنرضى شنو احنا؟ لا في العلن
لا في الدس. الاثنين دول هو ما عملي، ما عملي. اي اظهار حسن نيه للعالم الخارجي هو عمله في حدود صلاحيته. قال الزول اللي ما عليه بلاغ ارفعوا حظره، خلاص لما نجيب الزول اللي عليه بلاغ. قال الزول اللي ما تلطخت يديه بدماء الشعب السوداني ومعاونة الميليشيا اللي يجي يقعد معانا في حوارنا السوداني ده. الكلام ده هو قاله من قلبه، ده ما كلام قلبه معصور، لكن قالوا قدامنا قالوا. لكن لما تيجي تقعد مع بوليس معناه انت تقدر تعمل حاجتين البرهان ما بيقدر يسويه، وتمني حيكون كرسيه ده. الاولى انك تمضي اتفاق مع الدعم السريع، والثانيه اعاده القحاطه. هل الكباشي مش عمل الحاجتين دول؟ كباشي مش عمل الحاجتين دول؟ انا ممكن هنا اتكلم كلام، الكلام ده قدر ما هو حيفيد القوات المسلحه والشعب السوداني بقدر ما حيفيد العدو، انا ما حقوله. لكن الكلام اللي واضح انا بقوله، واقسم واوضح من ده ما في زول في السودان بيقدر يطلع يقوله اصلا.